دي مش قصة رعب عادية، دي قصة عن عقل بيقرر يشوف اللي هو عاوزه ويهرب من الحقيقة. قصتنا النهاردة هتكون بعنوان اللي ساكن تحت السرير. في نوع من الرعب مش بيخضك، لكنه بيقعد جواك، بيمشي معاك، ينام جنبك ويصحى قبلك. رعب ملوش شكل بس ليه صوت بيهمس ليك وانت لوحدك. دي مش قصة رعب عادية، دي قصة عن عقل بيقرر يشوف اللي هو عاوزه ويهرب من الحقيقة. وتبتدي القصة معانا مع ريم. أنا ريم، 27 سنة. كنت بقفل باب أوضتي كالعادة بعد يوم طويل. أنا بشتغل في شركة دعاية، ومؤخرا بقيت أحس إن في حاجة غريبة، في حاجة غلط، بس مش عارف أشرحها. كل يوم برجع من الشغل بلاقي السرير متحرك شوية، مش كتير بس واضح. مرة لقيت المخدة على الأرض، مرة تانية الشباك مفتوح،